كثير هم الذين يتساءلون عن سبب عدم خروج المغرب أو المغاربة للاحتفال بهذا الإعلان، أي الإعلان عن تنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب. سؤال وجيه ومعقول، لأنه عندما أو سبقتنا بعض الدول التي عندما أعلن أنها ستنظم كأس العالم خرج الشعب إلى الشارع واحتفل، ولهم الحق في ذلك، والمغاربة كذلك لهم الحق في أنهم لا يخرجون للاحتفال لسبب بسيط، وأنه عندما تصاب بتخمة الفرح، وأن المناسبات التي فرحت فيها سابقا وكانت قريبة هي مناسبات كثيرة، آخرها كأس العالم في قطر، عندما انتصرنا وفرحنا ووصلنا إلى نصف النهاية، عندما خرج المغاربة للشارع في عقب كل مقابلة، عندما خرج المغاربة إلى الشارع لاستقبال الفريق الوطني، عندما فرحوا لاستقبال الملكي. بعد كل هذا جاء الإعلان عن تنظيم المغرب لكأس العالم 2025 في مواجهة ملف الجزائر. المغرب فاز ب20 صوت ولا صفر، ثم جاء الإعلان عن كأس العالم وفاز المغرب بإجماع الأصوات. إذن عندما يصاب الإنسان بتخمة الفرح فإنه يصبح الفرح عنده شيئا عاديا، وعندما تكون عالميا وأصبحت عالميا حقيقة، وأصبحت محركات البحث في جوجل تبحث عن المغرب كثيرا في كأس العالم بقطر، في مناسبات بعد ذلك، في الزلزال، وكيف تعامل المغرب والمغاربة مع الزلزال، وكيف تضامن المغاربة فيما بينهم بعد الزلزال، وكيف أن المغرب لم يحتاج إلى مساعدات خارجية وساعد نفسه بنفسه وساعد الشعب المغربي في الزلزال. لاحظنا ذلك التلاحم آنذاك. أنت عالمي، والعالمي يفرح بشيء أكثر من العالمية، وفرحنا إن شاء الله سوف يكون إن شاء الله بالفوز بكأس إفريقيا 2025 والتخطيط للفوز بكأس العالم 2030. هذا هو الفرح الذي أصبح يوافق المغاربة. نفرح كذلك للتنمية عندما سنرى الأوراش التي ستفتح بمناسبة تنظيم كأس العالم 2030، وقبله تنظيم كأس إفريقيا 2025. سوف نفرح بتجديد المطارات، بتجديد الطرق، بتجديد الموانئ، بتجديد البنية التحتية للمغرب. آنذاك سنكون فعلا عالميين. ولنقول في الختام: المغرب في صحرائه وكأس العالم بالمغرب. مرحبا.